لما أنهى ابن كثير رحمه الله ذكر النسب، نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، قال: فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. جميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. ومراده بقبائل العرب أي العرب العدنانية الذين هم من نسله وذريته. وابن كثير رحمه الله في النسب الذي ساقه فصل في ذكر أبناء عدنان، وفي كل جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إخوان ذلك الجد سواء كانوا واحدا أو أكثر، يذكرهم. وبهذا يعلم من خلال الأنساب، أنساب الأعلام والرجال، ملتقاهم أولا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أي جد من أجداده، ثم انتهاء النسب في جميع هؤلاء العرب العدنانية إلى عدنان الجد 20 للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقبل المواصلة في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، أحب أن أنبه على عدة أمور تتعلق بما ساقه ابن كثير رحمه الله، وأيضا الطريقة التي ساق فيها وتميز بها رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في ذكره لأجداد النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذكره عند كل جد إخوان ذلك الجد. وعرفنا أيضا ما في ذلك من فائدة. فمن الأمور التي لاحظناها في ذكر النسب أن عددا من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام اشتهروا بألقابهم دون الأسماء، وهذا نبه عليه ابن كثير رحمه الله. فمثلا عبد المطلب لقب وليس اسم، وهاشم لقب وليس اسم، وقصي أيضا لقب وليس اسم. فعدد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم اشتهروا بألقابهم، والألقاب تدل على معاني. وعرفنا مثلا هاشم لما لقب بذلك، لكرمه أيام المحل والمجاعة في هشم الثريد مع اللحم وتقديمه للناس في المجاعات لكرمه. فهذا من الأمور التي تلاحظ. أيضا من الأمور التي تلاحظ عناية ابن كثير الدقيقة بذكره إخوان كل جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أيضا ما في ذلك من فائدة. ومن فوائد ذلك معرفة الالتقاء أو موضع الالتقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه عليه الصلاة والسلام الشريف الذي هو أشرف نسب. الأمر الثالث مما أنبه عليه في ذكر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، وهم إخوان والده عبد الله. سقط من هذه النسخة العباس بن عبد المطلب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فعدد أسماء أعمامه، وسقط من هذه النسخة ذكر العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين. كذلك
مما أشير إليه أن هذا النسب الذي ساقه إلى الجد العشرين من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام هذا موضع اتفاق بين أهل العلم، وما بعده موضع خلاف، سواء من عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ولا خلاف أن عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام كما سيأتي، لكن تعيين أسماء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من بعد عدنان إلى إسماعيل وأيضا عددهم هذا محل خلاف، وكذلك تعيين أجداده من بعد إبراهيم إلى آدم أيضا هذا محل خلاف، سواء في عدد الأجداد أو في أسمائهم، وتعيين أسمائهم هذا محل خلاف بين أهل العلم. أما إلى عدنان فهذا باتفاق أهل العلم، ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لما ساق نسب النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر هذا النسب المتفق عليه، فذكر نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان ووقف، لأن هذا موضع اتفاق بين أهل العلم، وما بعد ذلك محل خلاف. وسيذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في فصل آتي نسب النبي عليه الصلاة والسلام من بعد عدنان، وهو كما أشرت موضع خلاف بين أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتابه الإنباه بمعرفة قبائل الرواه بيانا شافيا رحمه الله تعالى. أبو عمر النمري هو المشهور بابن عبد البر رحمه الله تعالى. ثم حكى ابن كثير الخلاف في من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام تنسب إليه قريش، إلى من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام تنسب قريش، فذكر في ذلك أقوال. القول الأول قال: وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك، وهو الجد العاشر للنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا القول فكل من كان من ولد فهر بن مالك فهو قرشي، ومن لم يكن من ولده ليس قرشيا. قال: وأنشدوا في ذلك قصي، أي قصي بن كلاب، وهو الجد الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن قصي لقب وليس اسم، وأن اسمه زيد. قال: قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. الشاهد من البيت قوله القبائل، أي قبائل قريش. جمع الله القبائل من فهر، أي قبائل قريش، جمعهم كما عرفنا بالأمس إلى الحرم، وكانوا متفرقين. وقصي أيضا كان قاصيا بعيدا، وجاء وجمع قريشا إلى قبائل قريش من فهر إلى الحرم. قال: يدعى مجمعا، أي من التجميع، لأنه عمل على جمعهم إلى الحرم. وهذا قول جماعة من أهل العلم من النسابة، كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله. منهم مصعب الزبيري قال: كل من لم ينسب إلى فهر فليس بقرشي. والبيت الذي ساقه المؤلف نسبه الأزرقي في أخبار مكة
لحذيفة بن غانم الجمحي. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله كما صرح بذلك في كتابه البداية والنهاية، أن جماع قريش النضر بن كنانة، أن جماع قريش النضر بن كنانة وهو الجد الثاني عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وعليه أكثر الفقهاء والمحققين، وعليه أكثر الفقهاء والمحققين. وفي كتابه البداية والنهاية قال على الصحيح، قال على الصحيح أي من أقوال أهل العلم أن جماع قريش هو النضر بن كنانة. قال واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت ألستم منا يا رسول الله، أي من كندة؟ قال لا، نحن بنو النضر بن كنانة، نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. ثم ذكر أن هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن، وهو كذلك أيضا مخرج في المسند للإمام أحمد، وأورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 2375، فهو حديث صحيح. قال نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. نقف من قفى الشيء أي تبعه، ومنه قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، أي تتبع. لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. قيل في معناه كما في النهاية لابن الأثير لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات، لا نترك النسب إلى الآباء، هذا معنى قوله ولا ننتفي من أبينا وننتسب إلى الأمهات، هذا المراد بقوله لا نقف أمنا أي بالانتساب، فالانتساب للآباء وليس للأمهات، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فهذا مما قيل في معنى الحديث، وقيل غير ذلك. قال وفيه فكان الأشعث ابن قيس رضي الله عنه يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد، الاعتبار أن الحديث واضح أن من كان من نسل النضر فهو قرشي. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله قولين ضعيفين في جماع قريش. قال وقيل إن جماع قريش اليأس ابن مضر ابن نزار وهو الجد السادس عشر، وقيل بل جماعهم أبوه مضر وهو الجد السابع عشر، مضر أخو ربيعة. قال وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي متوفى سنة 623 في شرحه، لعل المراد بشرحه فتح العزيز في شرح الوجيز. قال حكاهما وجهين وهما غريبان جدا. والمعروف من أقوال أهل العلم أن جماع قريش إما فهر أو النضر، وابن كثير رحمه الله تعالى يقوي ويصحح أنه النضر ابن كنانة. ثم قال رحمه الله تعالى فأما قبائل اليمن، أما قبائل اليمن أي عرب اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان، فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. ووضح ذلك في البداية والنهاية
ذكر أن عند جماهير أهل العلم بالأنساب أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين، قحطانية وعدنانية. فالقحطانية شعبان سبا وحضرموت، والعدنانية شعبان أيضا ربيعة ومضر. والشعب الخامس وهم قضاعة مختلف فيهم. قال فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. وقضاعة فيهم 3 أقوال، قيل إنها من العدنانية وهو قول الأكثر. وقد مر معنا في الجد 18 للنبي عليه الصلاة والسلام قال نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب. فعلى هذا القول وهو قول أكثر أهل النسب أن قضاعة عدنانية وأن قضاعة ابن لمعد ابن عدنان. وقيل قحطانية، قيل أن قضاعة قحطانية، وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء وهو غريب، حكاه أبو عمر أي بن عبد البر وغيره. وكما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله القول الأكثر لأهل العلم أن قضاعة من عدنان. وأشار إلى ذلك رحمه الله تعالى قولا لأكثر أهل العلم عند سياقه لنسب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم عقد فصلا في نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. نعم.